وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة قاموس أفلام. معنا النهاردة فيلم جديد وهو فيلم أمان يا صاحبي. فيلم كوميدي مصري إنتاج عام 2017 من تأليف سيد السبكي وإخراج هاني حمدي، وبطولة كل من سعد الصغير، محمود الليثي، عبد الباسط حمودة، صافيناز، وعلاء مرسي، بدرية طلبة، نرمين ماهر، شيماء سيف، داليدا أنستازيا، حسن الخلعي، وبوسي، وشعبان عبد الرحيم. تدور أحداث قصة هذا الفيلم حول مطربان شعبيان وهما سعد الصغير ومحمود الليثي، ولكن حالتهم المادية سيئة، فينصحهما صديقهما الآخر وهو الفنان عبد الباسط حمودة بأن يتزوجا من فتاتين سريتين وهما بدرية طلبة وشيماء سيف، إلا أنهما يقعا بعد ذلك في حب الخادمتين وهما الذي يقوم بدورهما صافيناز ونرمين ماهر، ويعرفان أن الحب لا يساوي الثروة. ولو عجبك الفيلم برجاء عمل لايك وسبسكرايب لقناة قاموس الأفلام، ولمزيد من المعلومات حول السينما برجاء تكملة الفيديو حتى النهاية. أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة قاموس الأفلام. قناة قاموس الأفلام بتهدف إلى صناعة السينما والأفلام اللي بتحقق أعلى إيرادات. وصناعة السينما أصبحت عملية كبيرة جدا عن قديما، وتطورت تطور كبير جدا. حتى الأفلام المصرية أصبحت متطورة عن زمان كتير جدا، وبدأ كتير من الأفلام المصرية بيحاول أن يكافئ أو يوازي الأفلام البوليودية أو صناعة بوليوود الأفلام. زي كتير من الأفلام حديثا اللي هي زي مثلا فيلم الفيل الأزرق اللي بدأ فيه تطور كبير جدا، وكذلك فيلم موسى في صناعة الروبوت، وشفنا طفرة كبيرة جدا في الصناعة المصرية للأفلام. وكمان على صعيد الإيرادات بدأت كمان كتير من الأفلام المصرية تحقق كتير من الإيرادات، وبدأنا نخش في 100 مليون. وزي فيلم الفيل الأزرق المتربع على عرش الإيرادات برصيد 103 مليون، ويعتبر الفيلم الأول المتربع على عرش الإيرادات. ويليه فيلم اللي هو ولاد رزق 2 بطولة الفنان أحمد عز. فبقينا نشوف أرقام كبيرة جدا وإيرادات بالملايين زي ما كنا بنشوف في بوليوود. طبعا بوليوود على صعيد آخر، بوليوود وصناعة بوليوود العالمية اللي هي تعتبر متربعة على عرش الإيرادات بأفلام زي مثلا فيلم أفاتار الإنتاج عام 2009 اللي حقق 2 مليار دولار وكسور، فده برقم مهول جدا. فطبعا الصناعة المصرية بدأت تتطور عن زمان، فبدأت صناعة السينما تاخد شكل كبير من الربح، صناعة الربح، وان بيبدأ صناعة الفيلم بمحتوى او بمبلغ او برقم، وبينتج عنه ارقام كبيرة جدا وارباح كبيرة جدا. فاصبحت صناعة واصبحت مجال تجاري واسع وكبير. فعشان كده تطورت صناعة السينما، وكانت بداية التطور ديت زي ما كلنا عارفين فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي هو بتاع الفنان محمد هنيدي، اللي حقق طفرة كبيرة جدا، حقق حوالي 30 مليون دولار. الفيلم دوت كان بداية الثورة بتاعت صناعة السينما في مصر، واللي حقق أرباح طائلة خلت كتير من المنتجين أو كتير من رجال الأعمال يتجهوا إلى الإنتاج وصناعة الأفلام، نظرا لأنها بدأت تحقق ارقام كبيره جدا عن ذي قبل. فبدات صناعه السينما تتطور عن افلام زمان. طبعا هناك عوامل كتيره جدا بتحكم صناعه السينما، في طبعا الفن الراقي وفي الافلام اللي هي بتخلد عبر التاريخ. زي مثلا لو على سبيل المثال في شاوشينك اللي هو فيلم هوليودي، فيلم قوي بوليودي، فيلم هوليودي قوي جدا ومحتل المركز الاول عالميا. وطبعا في افلام زي ما قلنا فيلم افاتار اللي هو طبعا فيلم قوي جدا متربع على عرش الايرادات، وايضا صناعته كانت صناعه جيده جدا، وفيلم ايضا يخلد عبر التاريخ. فكذلك في الافلام المصريه اصبح في افلام ايضا تناشد شباك التذاكر، وفي ايضا افلام بتناشد التاريخ وبتحاول ان هي تخلد عبر التاريخ. زي مثلا فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، هو يعتبر هو فيلم قوي جدا وحقق
حقق ايرادات عاليه جدا، وايضا فيلم ما تزهقش من المشاهده بتاعته والفرجه عليه. فمحمد هنيدي زي ما قلنا فتح الستار لصناعه السينما الحديثه. وكان زي ما قال الفنان احمد السقا في استضافه محمد هنيدي في هنيدي شو، قال له كان محمد هنيدي هو الطلقه او السهم اللي اخترق وعدى وفتح لجيل كامل وراه في صناعه السينما. فعشان كده السينما المصريه تطورت، في منها تطور من اجل الايرادات وشباك التذاكر، ومنها طبعا في افلام ايضا تطورت لاجل المهرجانات والتراث، وان هي تخلد عبر التاريخ. في اعمال فنيه قيمه جدا، وفي اعمال فنيه تناشد شباك التذاكر، ولكن وفي اعمال جمعت ما بين الاثنين. مثلا زي فيلم زي ما قلنا فيلم الفيل الازرق. الفيلم ده كان نقله للسينما المصريه، انه بدا يتكلم عن شفنا فيه الشغل الجديد من الجرافيكس والخيال العلمي، لان كان بالنسبه لمصر تصنيع افلام او صناعه افلام للخيال العلمي كان مستبعد بعض الشيء، وكنا دائما وابدا بنعتمد على الاكشن او الكوميديا، او الكوميديا بصفه بشكل اكبر من الاكشن. فبدأ دخلنا في الاكشن طبعا احمد السقا فتح المجال دوت ايضا للسينما المصريه. وبعد كده دخلنا بقى في النوع الجديد والافلام الجديده اللي هو زي فتح الباب دوت الفنان كريم عبد العزيز، ودخلنا في الافلام الفانتازيا والخيال العلمي، وانتج ثمار الفكر دوت. اخر انتاجات ثمار الفكر دوت هو فيلم موسى اللي قام بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفيلم دوت اخراج بيتر ميمي. الفيلم ده ايضا كان نقله للسينما المصريه كبيره جدا، ان السينما المصريه بدات تصنع افلام بتتكلم عن الروبوت، وبتتكلم عن المستقبل، وبتتكلم عن ان ابطال الخارقين زي مثلا بنحاولوا يقلدوا في السينما المصريه ابطال مارفل اللي هو طبعا ايرون مان والحاجات دي كلها. فده انا متوقع ان احنا هنشوفه كتير في الفتره اللي جايه في السينما المصريه. فعشان كده احنا جايين النهارده عشان نتكلم عن السينما وصناعه السينما. زمان كانت الامكانيات محدوده جدا في صناعه الافلام، وكنا بنشوف الافلام من اول الافلام الابيض واسود، واعتماد كلي على الممثل وعلى قدراته وعلى طريقته في القاء الافيهات وفي الاداء الحركي من بدايه شارلي شابلن، والسيما الصامته في استخدامه لحركاته ورياكتاته. بعد كده اعتمدنا في السينمات بعد كده على الممثلين. الممثل الاول كان بحركاته، وبعد كده بدانا نتكلم في دخلنا في مرحله ان الممثل بقدراته الفنيه وقدرته على التمثيل وقدرته على لو الافلام الكوميديه وقدرته على القاء الافيهات. وبعد كده تطورت الصناعه شيئا فشيئا الى ان وصلت النهارده الى طبعا التطور العظيم اللي كلنا بنشهده، زي سواء في صناعه بوليوود، الافلام العالميه زي مارفل، استوديو مارفل والحاجات الكبيره، وهاري بوتر والكلام الجميل والعظيم اللي احنا شايفينه في الفتره اللي احنا بنعيشها او في العصر اللي احنا بنعيشه. والصناعه المصريه حاولت ان هي ايضا تجتهد وتتطور الى ان وصلت الى ايضا الى مستوى لا باس به طبعا، في مقابله طبعا العمالقه واللي هم صناعه مارفل، وصناعه بوليوود العالميه، والافلام اللي بتتكلم عن السوبر هيروز. فمصر انا شايف ان هي ماشيه في تطور جميل، وابتدينا نهتم بالفن وصناعه السينما. فبنتكلم النهارده عن ترتيب الافلام عالميا، في ترتيب الافلام اعلى ايرادات في مصر. انا شايف ان فعلا فيلم الفيل الازرق 2 اللي هو بطوله الفنان كريم عبد العزيز ونيلي كريم وهند صبري وخالد الصاوي، استطاعوا الجروب ده او المجموعه ديت حتى من الفيلم الجزء الاول اللي هو محقق تقريبا ايرادات حوالي 30 مليون، استطاع ان هو يخلق نوع جديد من افلام الفانتازيا والافلام الخيال العلمي وافلام الروحانيات والاشياء الجميله ديت وافلام الجن والكلام دوت. استطاع ان هو يخلق نوع جديد من الافلام الغير متوقعه، وفتح
كان طبعا كان هناك مخاطرة في الفيلم دوت ان هم بيبدأوا في نوع جديد اول مرة يعني بيتعمل، اول مرة بيتم صناعته في السينما المصرية. ولكن كانوا قد التحدي، وكانوا استطاعوا ان هم يثبتوا للكتير او يثبتوا للمصريين ان مصر قادرة على ان هي تخش المجالات او تخش في مجالات كبيرة في صناعة السينما. وبالفعل الفيلم حقق نجاح كبير، ولقى لقى نجاح كبير من الجماهير المصرية. وكمان على الصعيد شباك التذاكر، او الصعيد المالي، او شباك التذاكر زي ما بيسموه، المصريين رحبوا جدا بالفيلم وحقق ايرادات عالية. وكمان قدرنا نبدأ نعمل سلاسل الافلام زي بوليوود وهوليوود. استطعنا ان احنا نعمل سلاسل الافلام، فبدأ في الفيلم يتعمل له جزء واثنين واحيانا ثلاثة، زي مثلا فيلم ولاد رزق بطولة احمد عز واحمد داوود واحمد الفيشاوي خالد عمرو يوسف، ونخبة كبيرة طبعا من الممثلين، وسيد رجب. حققوا عظمة طبعا وعملوا شغل جميل جدا، خلى الفيلم كان بيتكلم عن الشارع المصري وعن الشباب المصري وعن الأسلوب الحار الجميل بتاع الحارة المصرية. فلاقى قبول كبير جدا من المشاهدين المصريين، ولقى قبول كبير جدا من الشعب المصري. فاتعمل له جزء تاني، وكمان الجزء التاني لقى نجاح اكبر من الجزء الاول. وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان مش مهم ان انت تعمل سلسلة على قد ما يكون الجزء الجديد للسلسلة يكون اقوى من الجزء كمان الاول اللي سبب نجاح كبير. فعلا في الحالتين دول او في الفيلمين دول الجزء الثاني تفوق على الجزء الاول. فالجزء الاول من سواء من الفيل الازرق او من ولاد رزق، وايضا الجزيره اتعمل له جزء تاني. والجزء الثاني فيه 3 افلام استطاع ان هو يتغلب على الجزء الاول في الحاله الفنيه او مستوى الفيلم. وكمان في شباك التذاكر استطاع ان هو يكسر الحاجز بتاع الرقم بتاع الجزء الاولاني. فالفيل الازرق 2 مصنف على اعلى ايرادات السينما المصريه ب 103 مليون جنيه مصري، وده رقم كبير جدا ويعتبر متربع على العرش طبعا. ولكن فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه لو حسبنا فرق سعر العمله وفرق التضخم بنلاقي ان متربع على العرش هو طبعا فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، لان سنه 1998 حقق 30 مليون. فده رقم ضخم جدا، يعني رقم كبير وعالمي بالنسبة للوقت نفسه. فلو حسبنا في قيمة التضخم والسعر هنلاقي ان فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية يعتبر هو ان فيلم نمرة 1 في السينما المصرية تحقيقا للإيرادات. اما فيلم لو حسبنا ان هو كعمله وان ده كام مليون وده كام مليون ومبولينا بالارقام، فطبعا هيكون الفيل الازرق هو المتربع بتحقيقه 103 مليون جنيه مصري. يليه فيلم اولاد رزق اللي هو بطولة احمد عز زي ما قلنا وخالد وعمرو يوسف واحمد الفيشاوي واحمد داوود. الفيلم دوت حقق 100 مليون جنيه مصري. ويحتل المرتبة الثانية. ومنهم أفلام كتير أيضا زي مثلا فيلم الممر وفيلم البدلة وفيلم أفلام كتير حققت أرقام كبيرة وحققت، والإنس والنمس حقق أرقام كبيرة. وأفلام كتير يعني في السينما المصرية بدأت إن هي تكسر حاجز ال 50 مليون فيما فوق، فبدأت إن هي تحقق إيرادات عالية جدا. وبدأوا يلفتوا نظر المشاهدين والمتابعين للسينما المصرية ويحثوهم على دخول السينمات وعلى متابعة السينما المصرية. وكمان خلوا المنتجين أصبحوا في تنافس على صناعة الأفلام نظرا لأنها بقت مربحة جدا وبتحقق كتير من البيزنس وبتحقق كتير من الحصيله او بتكتر يعني الفلوس بتاعتهم. فبدات ان هم يكسبوا كتير من وراها، فاصبحت صناعه السينما عليها تهافت عن قديما او عن زمان. كان زمان كنا بنشوف
بالظبط فيلم او فيلمين او ثلاثه كتير قوي في الموسم او السيزون. النهارده احنا بيتنافسوا مثلا 10 افلام او 7 8 افلام، لا يقل عن 7 8 افلام و10 افلام في السيزون، فده طبعا رقم كبير جدا عن الاول. فده كله راجع الى التطور الكبير اللي حدث في السينما. فنيجي نشوف على على الناحية بتاعت هوليوود وصناعة الافلام بره، بنلاقي ان فيلم زي افاتار اللي حقق 2 مليار و200 مليون وكسور، الفيلم دوت عمل طفرة ونقلة كبيرة جدا، وكانت وقت عرضه كان محقق انقلاب في صناعة السينما. شفنا استخدام التقنيات الجديدة في تغيير الوجه وما بقتش تعتمد على الماكير زي زمان، لا استخدمنا التكنولوجيا في صناعة السينما والتطور بتاعها، واللي خلى شكل الصناعة اختلف بإضافة التكنولوجيا، ونقلنا لعالم تاني وخلانا نعيش في عالم فعلا موازي، وان خلانا نشوف ان في كائنات تانية عايشة. فده ادى لصناعة السينما وفتح الباب على مصراعيه امام صناعة السينما، خلى كتير من المنتجين يسعوا الى تحقيق، او يعني كنا بنشوف الاول فيلم تايتانيك ان هو انتاج ضخم جدا، وكانت الشركة بتاعته كانت هتقفل بسبب التكلفة العالية في صناعة الفيلم، وكانوا خلاص على وشك الإفلاس. إلا إن الفيلم أول ما نزل حقق أرباح يعني خزعبلية بالنسبة للوقت اللي تم عرضه فيه، وبرضه كان فيلم في التسعينات. فالفيلم دوت لما نزل وبالإيرادات كان محقق حوالي تقريبا برضه يحتل المرتبة الثالثة تقريبا 200 تقريبا 200 2 مليار. فده رقم ضخم جدا، حتى ان هو تم اعاده منتجته او تحويله ل 3 دي، وتم نزوله في السينما للمره تانية. فده طبعا نابع من عظمه الفيلم ونابع من قدرته ان هو يعني فيلم زي ما بيقولوا كده يخلد عبر التاريخ. فالفيلم دوت طبعا حقق قيمه فنيه وقيمه ماليه كبيره. فزي ما قلنا ان في افلام بتبقى فنيه اكتر، وفي افلام ماليه اكتر، وفي افلام بتجمع بين الاثنين، وده فيلم فعلا يجمع بين الاثنين. فهو بيحتل ثالث مرتبه بعد فيلم افاتار انتاج 2009. يلي افاتار فيلم طبعا او اسطوره افلام مارفل اللي هو افنجرز اند جيم. الفيلم ده برضه يا جماعه يعني يعتبر فيلم قوي جدا وخارق، وفيلم جمع بين ابطال كتير جدا في مواجهه، طبعا جمع ما بين ثور وجمع ما بين ايرون مان وسبايدر مان وبلاك بانثر وجمع ما بين ابطال خارقين كتير في مواجهه طبعا ثانوس، واللي هو بيوضع نهايه للحرب الابديه انفينيتي وار. وان هو بعد ما قضى على نص سكان الكوكب، طبعا كنا كلنا متلهفين ان احنا نشوف نهايه ثانوس، وان ازاي هيرجعوا نص سكان العالم اللي ثانوس بطرقعه صوابع كده قضى عليهم وخلى سكان العالم يخسوا النص او يروح منهم النص، عشان خاطر موارد الطبيعه ما تبقاش فيها تهالك. فمارفل كانت سايب شغف كبير جدا بالفيلم دوت الناس من بعد عرض فيلم انفينيتي وور الجزء الاول بتاعه. فكان الناس متلهفين جدا للفيلم، وفيلم لاقى نجاح كبير جدا اولا لصناعته القويه، وان هو فيلم قوي جدا كصناعه ك آلات وكمعدات تصوير. الفيلم طبعا اتكلف تكلفة عالية جدا، وكذلك حقق ايرادات عالية جدا 2 مليار دولار وكسور. ده رقم كبير جدا جدا في صناعة هوليوود، ويعتبر متربع على تاني المرتبة التانية او الوصيف بتاع فيلم افاتار. فده رقم مش قليل. واستطاعت مارفل ان هي تقدر عن طريق سلسلة الافلام بتاعت السوبر هيروز ان هي تفتح عالم جديد وصناعة جديدة، وكل يوم بنكتشف بطل جديد. زي مثلا اخر ابطال استوديو مارفل اللي هو موربيوس، الفيلم اللي هو انتاج عام 2022. الفيلم ده برضو ده بطل جديد انضم لسلسلة ابطال مارفل، واللي هو شفنا في نهاية الفيلم ان هو بيتحد مع احد اعداء سبايدر مان، واللي هو عايز يحطه في مواجهة مع سبايدر مان. وطبعا مش عايزين ننسى فيلم سبايدر مان الاخير
اللي حقق نجاح كبير جدا ونجاح ضخم، اللي هو كان طبعا في اتحاده مع دكتور سترينج. فابتدينا نشوف في السينما حاجات جميلة جدا، وابتدينا نشوف ان صناعة السينما اختلفت كتير كتير عن زمان، والمعدات والتكنولوجيا فتحت مجال كبير قوي، وفتحت العنان لخيال المؤلفين وتحقيق كل خيالهم، اللي كان من الصعب جدا زمان ان مؤلف يفكر انه يعمل الاشياء الصعبة والمستحيلة والضخمة ديت. فاستطاع المؤلفين ان هم يطلقوا العنان لخيالهم بواسطة المعدات الجديدة، واللي كانت السبب الرئيسي في ان صناعة السينما تتحور وتخرج من الشرنقة الضعيفة اللي كانت فيها، ويخرج كيان جديد ووحش جديد في صناعة السينما، وهو السبب في صناعة الأفلام الجميلة والكبيرة اللي احنا بنشوفها النهاردة. فعشان كده شايفين التطور، على طبعا التطور طبعا باسلوب كبير جدا في هوليوود، ولكن برضو السينما المصريه عندنا استطاعت ان هي في الفتره الاخيره بواسطه المخرجين الشباب زي ما قلنا بيتر ميمي، اللي هو استطاع ان هو يقدر يعمل فيلم يواكب العصر الحديث اللي هو فيلم موسى، وانه يقدم اول ريبوت مصري واول فيلم مصري بيقدم ريبوت. والفيلم حقق نجاح كبير ايضا لكريم عبد العزيز. فاحنا عشان كده بنتكلم عن الافلام، وبنقول ان الصناعة اختلفت كتير عن الاول، وان ترتيب الافلام ايضا النهاردة بقى يتكلم بشباك التذاكر وحجم الايرادات، وان الافلام بدأت تخلد بشباك التذاكر وحجم الايرادات، والمنتجين والمخرجين بدأوا ان هم يتجهوا الى صناعة السينما بوفرة وبكثافة، وكانوا بالاول قلقين من حجم الانتاج انه يروح وما يحققش الفيلم الايرادات المطلوبه. ولكن الكلام ده خلاص انتهى، وبقى خلاص اي فيلم جدير بالمنافسه بينزل وبيحقق ايرادات عاليه جدا، وبي وبينافس وبيحقق ايرادات جامده جدا، وبيجيب لشركات الانتاج والتوزيع ما تم صرفه على الفيلم وتكلفته من طبعا اجور ممثلين ومعدات واماكن تصوير وخلافه، واجور منتجين ومنتج والكلام ده كله. فبدأ الفيلم يجيب اضعاف مضاعفة من الفلوس والايرادات، وبدأ المنتجين يكسبوا. فعشان كده هنشهد الفترة القادمة كتير 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 من صناعة الافلام، ولكن نرجو طبعا ان هي تكون على نفس الوتيرة بتاعة الافلام اللي هي زي الفيل الازرق اتنين وولاد رزق والحاجات الجميلة اللي احنا بنفتخر بيها في الصناعة المصرية، عشان نقدر ان احنا ننافس افلام زي بتاعة هوليوود وايضا افلام بوليوود. وبوليوود على فكرة برضو ان افلام بوليوود او الافلام الهندية بدأت يخش فيها الممثلين بتحقيق ارقام كبيرة جدا. طبعا سلمان خان غني عن التعريف، وشاروخان والناس ديت محققين ارقام برضو عالمية وارقام تقيلة جدا. وبدأ يبقى فيه اتحاد كبير قوي، وايضا في بعض الافلام ما بين هوليوود وبوليوود، زي مثلا فيلم زاندر كيج اللي هو بتاع فان ديزل لما استعان بالممثلة الهندية آه، والتحالف ده نتج عنه فيلم قوي جدا وفيلم جميل جدا، وكمان حقق نجاح كبير جدا، وكان إضافة للممثلة الهندية، وكان إضافة للفنان فان ديزل. وبدأ في تحالف كبير نظرا لأن خلاص السينما بتاعت بوليوود بقت سينما عالمية، وكمان بقت تحقق كتير من الأرباح، وكانت كمان ليها متابعين وليها فانز كبير جدا، يكاد يكون مقارب جدا لفانز بوليوود وارقام بوليوود. فعشان كده كان بقى في تحالفات في الفتره الاخيره بين بوليوود وهوليوود كبيره جدا، وبداوا ان هم يعملوا تحالفات في افلام كتير. وهنشهد الفتره الجايه صراعات كبيره قوي في صناعه الافلام، واختلفت كتير قوي ايضا السينما البوليودية عن زمان. زي ما كنا بنشوف في الاخراج زمان كان حاجات ما يعني كانت دون المستوى، في ان قدرات خارقة باسلوب باين قوي ومش حلو. ولكن تطورت بوليوود تطور كبير قوي، وكمان اصبحت الافلام بتتعمل باحترافية شديدة جدا
زي افلام هوليوود بالظبط، وبدات ان هي تنافس كمان افلام هوليوود. وبدات في منافسه جميله جدا. فاحنا زي ما قلنا قبل كده ان صناعه السينما تطورت تطور كبير، بدءا من اللي هو السينما الصامتة وحتى الأبيض وأسود، وبعد كده دخلنا في السينما اللي هي بتعتمد على كل قدرات الممثل فقط، وبعد كده انتقلنا إلى الأماكن والإخراج، وبعد كده انتقلنا إلى استخدام التكنولوجيا اللي حقق طفرة كبيرة زي ما قلنا. فعشان كده فن صناعة السينما اختلف عن زمان، وبقى مختلف، وبقى كبير، وبقى مصدر دخل لبعض الدول أيضا. شركات الإنتاج أصبحت مصدر ربح أكتر من، يعني في بعض الأفلام أنا شايفها إن هي مصدر ربح أكتر من مصدر فني. في أفلام بتنزل في السوق المصري بيسموها أفلام شباك التذاكر او الايرادات، او الافلام اللي هي بتاعه الاعياد. احيانا بتنزل بعض الافلام اللي هي ايه، مجرد بتاخد فتره السيزون، وبيحققوا منها ايرادات، لكن هي افلام ما بتعيش مع الجمهور، وافلام بتبقى مش عايزين نقول دون المستوى، ولكنها افلام سوقيه اكتر وانتاجيه اكتر، وتميل الى الناحيه الماديه اكتر. فالافلام ديت بيبقى عمرها قصير، ولكن ده مؤشر على ان صناعه السينما اصبحت مربحه فوق الوصف عمن ذي قبل. فعشان كده نقدر نقول ان السينما تحولت و تطورت تطور رهيب وكبير. فاحنا بنقول ان لازم كلنا نقدم الدعم للفن والفنانين، ونساعد على تقديم محتوى يليق بينا ويليق ب طبعا اسم مصر العظيم. وان ما يكونش هدفنا دايما تحقيق الربح، ولكن ايضا يكون لينا نصيب في التراث، ويكون لينا نصيب في الافلام اللي تخلد عبر الزمن. وقد زي ما شفنا في الافلام الفترة الحديثة ان كمان احنا استطعنا ان احنا نستعين ببعض الممثلين الاجانب، زي فيلم حملة فرعون استطاع ان هو يستعين بسترونجست مان، اقوى رجل في العالم، واستطاع ان هو يستعين بمايك تايسون. فالفيلم ده برضو حقق كتير كتير من الايرادات وكتير من النجاح. الفيلم ده رغم ان هو حقق نجاح كبير، ولكن كان يعتبر من اجرى الافلام اللي كانت بدات تستعين بيه نجوم هوليوود وابطال من الخارج. فعشان كده بيبدا عصر جديد في السينما المصريه، وبيبدا نجاح كبير للسينما المصرية بالاستعانة بالممثلين الأجانب ونجوم هوليوود. وأيضا هنشوف قريبا نجوم هوليوود بيشاركوا في الصناعة المصرية، زي ما شفنا قبل كده في برنامج رامز كان استعان بشاروخان في أحدى المقالب بتاعته. وكمان رامز السنة دي كان مستعين بجان كلود فان دام في البرنامج بتاعه، عشان خاطر خدعة الموسم ان هو يعمل ان هو بيدعي فنانين مصر عشان يشاركوا في عمل مع جان كلود فان دام. فده زي ما قلنا ان ده اللي شايفه ان السينما بتتجه عليه، ان السينما العالم كلها تقريبا هتصبح في الاخر واحدة، ونجوم العالم كلهم يكونوا واحد، ويبداوا يستعينوا ببعض في اعمال. زي ما شفنا ان شاروخان وكاجول قدروا ان هم ينزلوا مصر هنا ويصوروا في الاهرامات ويتكلموا عن مصر، وبدأ يبقى لقوا ان ليهم فان كبير او جمهور كبير في مصر. كمان المؤتمر اللي اتعمل في الجونة بواسطة نجيب ساويرس، واستعان وأهدى تكريم للفنان الكبير سيلفستر ستالون. وسيلفستر ستالون في كلمته لما قال احنا ما كنتش اعرف ان ليا جمهور كبير قوي كده في مصر، فاكتشف ان المصريين بدأوا يطلعوا على اعمال كتير من اعمال الخارج، وان هم معجبين
باعماله، وان هم ليهم حب كبير للفنانين بتوع هوليوود. فعشان كده بدأنا نشوف ان العالم كله اصبح قرية صغيرة، وان الفنانين سواء هوليوود او بوليوود او الفنانين المصريين، اصبح العالم كله بواسطة الانترنت وبواسطة ان العالم كله بقى خلاص واحد، بدأوا يبقوا معروفين، وبدأت صناعة السينما تقريبا هتتحد، وتقريبا هتبقى خلاص يعني قد ان احنا نشوف المستقبل ان انتهت بوليوود وهوليوود وكده، بقى اصبحت سينما واحده، وهيصبح العالم كله واحد. وهتلاقي ان الفنانين كلهم اصبحوا نجوم عالم، وان هم كلهم يقدروا يمثلوا مع بعض في اي، ما بقاش في تفرقه بهوليوود وبوليوود، ان الفيلم ممكن يتعرض في جميع انحاء العالم اول ما ينزل. زي دلوقتي الفيلم دلوقتي بينزل سواء هوليوود او بوليوود، بينزل يتعرض في جميع انحاء العالم. يعني بيبقى معروض في الصين، في مصر، في الكويت، في الامارات، في دبي، في الهند، معروض في العالم كله طبعا. فانا اقصد ان هيصبح الممثل هيبقى على لقب ممثل عالمي، او مش هيبقى فيه خلاص تفرقه ما بين بوليوود وهوليوود والسينما المصريه. طبعا قد نرى الكلام ده في المستقبل القريب مش البعيد ان شاء الله. فابتدينا نشوف التحالفات ديت بدأت تعمل طفرة، بتخلي المشاهدين، وبتخلي نسبة المشاهدة عالية، وبتخلي كمان شباك التذاكر بيكون مضمون اكتر ان الفيلم بينزل يحقق ايرادات عالية جدا، غير الافلام اللي هي التانية. مثلا لما تكون انت طبعا مستعين بنجوم عالميين ونجوم مع نجوم المصريين، فبتلاقي ان الفيلم لما بينزل الافيش بتاعه والبوستر بتاعه عليه طبعا النجوم المفضلين ليك زي سيلفستر، ولا فان دام، ولا مايك تايسون، ولا اللي هو ذا ماونتين سترونجست مان، والناس ديت، بتلاقي نفسك ان انت طبعا متشوق ان انت تخش الفيلم. فعشان كده بيخشوا ملايين وبيحقق ملايين، وهيبقى بعد كده بالبلايين مش المليارات وبس. فطبعا السينما خدت محور جديد وخدت شكل جديد. وطبعا زي ما قلنا ان بيرجع للكلام ده كله التطور التكنولوجي الكبير اللي حصل في الصناعة، وان المنتجين لما شافوا طبعا الارقام، وشافوا ان صناعة السينما اصبحت صناعة رائجة، واصبحت من اكتر كمان البيزنس اللي بيحقق نجاح، ونجاح سريع، ودورة راس مال قليلة كمان، مش دورة بعيدة. فعشان كده بقينا نشوف كتير من المنتجين اللي بيقبلوا على صناعة الافلام المتميزة، وده راجع زي ما قلنا عشان خاطر التطور. فبنرجو ان احنا نشوف المزيد والمزيد من التطور لصناعة السينما في مصر، وبندعم الافلام زي ما قلنا، وندعم الممثلين بتوعنا انهم يقدموا احسن ما عندهم، وما نلجأش للافلام اللي هي بتكون مهمتها الشباك بس، ولكن بنقدم فن جيد. عشان خلاص اصبح التكريم في المهرجانات زي ما بنشوف مهرجان كان، او مهرجان الجونة، او مهرجان القاهرة السينمائي، او اي مكان، بقينا نشوف نجوم عالميين فيه، وبقينا نشوف النجوم المصريين بيحصلوا على جوائز جميلة جدا. وبقينا نشوف في مهرجان كان فيلم مثلا زي فيلم ريش، اللي هو يعتبر فيه ممثلين مثلوا لأول مرة. فيلم ريش حقق نجاح وحقق جايزة كبيرة جدا، وأثار جدل كبير جدا في مهرجان كان، ازاي ان في ممثلين لأول مرة يمثلوا، ومخرج كان برضو جديد استطاع انه يقدم فيلم ينجح في مهرجان زي مهرجان كان. ده حاجة طبعا جميلة جدا، وان اسم مصر وفيلم انتاج مصري وفيلم تصوير مصري وبممثلين مصريين ينجح هناك. طبعا مش اول مرة لينا فيلم ينجح في مهرجان كان، ولكن فيلم بممثل بوجوه جديدة وبناس بسيطة، وأول مرة يمثله تقريبا. فده كان طبعا نجاح كبير وشيء جميل جدا، يحسب إلى المخرج ويحسب إلى الممثلين. فاحنا عايزين نشوف كلام كتير من دوت، عايزين نشوف النجوم بتوعنا دايما متكرمين وفي المهرجانات، زي مثلا ما شفنا في المهرجان الأخير اللي كان موجود فيه جون ترافولتا، وكان موجود فيه سلمان خان بصحبة نجومنا. كان طبعا شيء جميل. شفنا طبعا النظر اللي كانت في عيون نجومنا المصريين وهم قاعدين بصحبة العظيم سلمان خان، وطبعا الأسطوري جون ترافولتا.
وشوفنا ازاي الممثلين كانوا متهافتين على ان هم يتصوروا معاهم، وان هم كانوا قاعدين زيهم نجوم بيمثلوا اسم مصر وبيتصوروا معاهم. فده شيء جميل طبعا وشيء عظيم، وبيدل ان احنا دايما كده في تطور، وان احنا صناعة السينما عندنا ان شاء الله تكون احسن واقوى من كده، وهنكسر حاجز مش ال 100 مليون وال 200 مليون، ممكن في يوم من الايام نكسر حاجز المليار والاتنين مليار. وده كلام مش بعيد، ده كلام قريب جدا، وكلام مش صعب تحقيقه، لا ده بسيط تحقيقه. لكن محتاجين ان احنا نطلق العنان للمفكرين والمؤلفين، ونطلق العنان للصناعة، ويكون في دعم كبير ومساندة طبعا من جانب الدولة بتسهيل القيام بعمل فني عظيم يجمع بين أساطير الممثلين والقدرات العالية في التمثيل، عشان نقدر نعمل عمل فني ممكن يصنف عالميا رقم واحد. ليه لأ؟ مش مستحيل ومش صعب ان احنا نشوف حاجة زي كده، وان احنا نحس في يوم من الايام ان مصر خدت تصنيف عالمي في فيلم عالمي. يعني مثلا كان عمر الشريف مصنف ان هو فنان عالمي جميل وشارك في عديد من الافلام، وشوفنا مثلا فنان زي خالد النبوي لما عمل فيلم عالمي كان بيشارك فيه في دور لصلاح الدين، اللي هو فيلم فيلم كينجدم اوف هيفن، مملكة الجنة. فجه خالد النبوي بدور جميل، وان هو كان الناصح لصلاح الدين لدخول الحرب وتحرير بيت المقدس. فالادوار ديت والحاجات الجميلة ديت اللي بنشوفها بتسعدنا جدا، وبتخلينا نعرف ان احنا في يعني نتشرف بالممثلين بتوعنا، وان احنا هنقابل جمهور سعيد بالاداء وبالمستوى اللي فيه نجومنا، ويخلي مصر دايما في الصدارة. وطبعا مصر أم الفنون، ومصر حققت كتير من النجاحات في مجال الفنون، ومصر من أول الدول اللي فيها نجوم عمالقة ونجوم قدموا كتير للفن، سواء في المجال صناعة السينما أو المجال الصوتي في الغناء. ولكن احنا قناتنا بتتكلم عن صناعة السينما، وبتتكلم عن الممثلين، وبتتكلم عن الأفلام وتحقيق الإيرادات. وبالحديث عن تحقيق الإيرادات، فاحنا قلنا ان الإيرادات عندنا، الأفلام اللي حققت أعلى إيرادات احنا هنذكرهم بالترتيب في جزء من الفيديو. وكمان هنتكلم عن مقارنة ما بين بعض الأفلام اللي هي ما بين مصر وبوليوود في تحقيق الإيرادات وتحقيق الأرقام اللي هي في شباك التذاكر. وكمان ما ننساش الافلام اللي هي المخلده عبر التاريخ او مصنفه رقم واحد واخده اعلى تقييم في موقع ايم. ففي طبعا زي فيلم شاوشنك اللي هو مصنف فيلم نمرة واحد في العالم او الفيلم الاول عالميا، وكان لفترة قريبة الاول عالميا، وهو تقريبا في فيلم احتل مكانه، وهنذكره لحضراتكم ان شاء الله في حلقات اخرى او في فيديوهات اخرى. وطبعا زي ما شفنا في الناحية ديت، على الصعيد الآخر في الناحية السينما المصرية في أفلام مخلدة عبر التاريخ واخدة فيلم رقم الأول عالميا، ولكننا احنا بيحكمنا تقريبا شباك التذاكر أكتر. فزي ما قلنا إن فيلم الفيل الأزرق لغاية النهاردة الفيلم دوت هو نمرة واحد، ومحدش قدر يكسر الرقم بتاعه اللي هو 103 مليون 103 مليون جنيه مصري. وده رقم ضخم طبعا في السينما المصرية زي ما قلنا. وكان كريم عبد العزيز وباقة النجوم اللي كانوا معاه استطاعوا ان هم يقدموا شيء مميز وشيء عظيم، شيء كلنا بنفخر بيه في صناعة السينما المصرية. فلازم كلنا زي ما قلنا ان احنا نجتهد ونقوم بدعم صناعة السينما المصرية، ونبتعد عن شغل اللي هو ملفهوش فن راقي، ونبعد عن الحاجات اللي هي ما تؤهلش اسم مصر لشغل عالمي وليخش المهرجانات، ونهتم شوية بأفلام المهرجانات، ونهتم شوية بالفن الراقي أكتر، لأن دوت اللي هيجعلنا دايما في منافسة، وهيجعلنا دايما في رقي، وهيجعل صناعة السينما أكبر وأكبر وأضخم من ذي قبل. فده هيجعل المنتجين ما يزالوا مؤمنين بفكرة صناعة السينما، وهيستمر على نفس المنوال دوت
ان صناعة السينما في مصر تفضل واخدة نفس الحيز والمكانة اللي كانت واخداها، بل بتزيد، لحد ما في يوم من الايام نرى ان هي ان شاء الله حققت معدل كبير وطفرة كبيرة زي ما قلنا، وزي ما بنتمنى ان ياخد فيلم تصنيف عالمي ويكون فيلم مصري وانتاج مصري ان شاء الله. ونرى في يوم من الايام، ليه لا، نرى في يوم من الايام فيلم خيال علمي زي افاتار، ولا اقوى من افاتار كمان، واقوى من افنجرز اند جيم. ليه ما نقدرش نحلم ان احنا نشوف ابطال خارقين زي مصريين، زي ايرون مان، زي مثلا ثور، او مثلا الابطال الخارقين الجمال بتوع مارفل. ليه ما نقدرش نشوف ابطال مصريين؟ عندنا ناس جميله جدا، عندنا احمد السقا، وعندنا احمد عز، وعندنا كريم عبد العزيز. الناس ديت تقدر تقوم بادوار فانتازيا بطريقه جميله جدا، وتقدر تقوم بادوار سوبر هيرو بطريقه جميله جدا، ويقدروا يشكلوا وتيره جميله في الموضوع دوت. ليه صحيح ما نبداش ان احنا نعمل سلاسل افلام زي مارفل السوبر هيرو؟ ليه ما فكرناش؟ ليه مش صعب ان احنا عشان شوفنا الفنانين دول في ادوار تانية فصعب ان احنا نشوفهم ابطال خارقين؟ هل ان احنا لازم نستعين بوجوه جديدة نستعين بيهم كابطال خارقين؟ ده سؤال انا بوجهه لمتابعي القناة، وبوجهه لكمان المؤلفين والمخرجين والمنتجين. هل ان احنا عشان شفنا الابطال بتوعنا في ادوار تانية زي الضابط والمحامي والدكتور و صعب ان احنا نشوفهم في ادوار خارقين؟ او هل السينما المصريه ما تقدرش تقوم بتخيل ابطال خارقين زي مارفل؟ انا شايف ان هو ليه لا، ليه ما نبداش نفكر في النوع ده من الافلام؟ ليه ما نقدرش نعمل سلسله افلام زي مارفل كده؟ ليه ما نتجهش الافلام السحر مثلا زي هاري بوتر؟ السلسله دي حققت نجاح كبير جدا، خلقت فنان عالمي طبعا، وخلقت فنان عظيم اللي هو بيقوم بشخصيه هاري. وطبعا زملائه معاه بدأوا من هم أطفال صغيرين في السلسلة ديت، وكبروا معاها، والسلسلة كبرت معاهم وحققت نجاح كبير وضخم ونجاح مشرف طبعا. وأفلام الثمان أجزاء بتوع هاري بوتر أفلام مخلدة عبر التاريخ وعبر الزمن طبعا. وحتى احنا بنشوف النهارده لغاية النهارده في إفيهاتنا في الأفلام المصرية لما بيجي يتكلم في مسلسل الكبير السيزون الجديد اللي هو في رمضان جاي بيتكلم بيقول اسماء ما ينفعش نذكرها زي فولدمورت. فده طبعا يعني سخريه جميله جدا من الفنان احمد مكي على القطعه ديتها وعلى الشخصيه ديت. طبعا ده لنجاح الشخصيه، لنجاح يعني مين في العالم كله ما يعرفش اسم هاري بوتر؟ مين في العالم كله ما يعرفش اسم لورد فولدمورت؟ فطبعا الشخصيه لما بتنجح بتعيش عبر الزمن، بتخلد عبر الزمن، بتسبب ان يعني من اطفال من صغيرين لجيل كامل، او جيل كامل مش هينساها. ولو الجيل اللي بعده هيكون عايش ان بيسمع حكاوي عن هاري بوتر او يسمع حكاوي عن لورد فولدمورت، فيقول له ايه لورد فولدمورت، ايه هاري بوتر ده؟ يقول له لا ده حاجه عظيمه قوي، ده حاجه جميله قوي، اتفرج عليها وشوفها. هتكون افلام عايشه، هتكون افلام مستمره لجيل بعد جيل. يعني مش شرط الجيل بتاعنا ولا الجيل اللي قبله اللي عاش هاري بوتر وبدايه السلسله من سنه 2000، لا لا لا، ده ممكن سنة 2080 و 2090 سنة 3000 ممكن تسمع عن ان في حد بيتفرج على هاري بوتر طبعا. ممكن تسمع ان في ناس بتتفرج على سلسلة مارفل طبعا، هيكون في ناس بتتفرج على الكلام الجميل ده. ازاي يكون في شيء بالعظمة دي؟ يعني تعالوا نتخيل كده ان احنا فيلم مثلا زي افاتار او فيلم زي افنجرز اند جيم، الاثنين دول انت عايز تفهمني ان حتى بعد 100 سنة في ناس مش هتتفرج عليهم؟ لا طبعا. ازاي الافلام دي هتعيش؟ ليه؟ لان هي فن بجد، وفن راقي، وانتاج كويس، وممثلين قاموا بادوار عظيمه جدا واجتهدوا جدا، وكانوا بيقدموا احسن ما عندهم. عشان كده الفيلم طالع بالصوره اللي احنا شفناها. وكمان اي نعم هتكون التكنولوجيا اعلى في الفتره اللي جايه، او اي نعم هيكون افلام المستقبل طبعا بتكنولوجيا اعلى، ولكن مش معنى كده ان الافلام دي هتندفن. لا طبعا، ده في افلام التاريخ بتعيش. يعني احنا مثلا عندنا في السينما المصريه افلام عايشه عبر الزمن. يعني مثلا فيلم صلاح الدين ده طبعا اي حد يتفرج على صلاح الدين مهما كان عدى الزمن، لما يجي بيدرس في الكتب يسمع عن صلاح الدين هيجي يلاقي ان في فيلم مصري اتعمل لصلاح الدين. اتفرج على فيلم بيدرس قصة قطز وبيبرس والزهر بيبرس، هيلاقي نفسه ان في فيلم اسمه اسلامية بيحكي عن قصة صلاح الدين وقطز، قصة الزهر بيبرس وقطز. فالافلام التاريخية او الافلام اللي هي بتكون مخلدة عبر التاريخ هتعيش.
مش الجيل ده بس ولا الجيل الحالي ولا الجيل اللي بعده، لا ده الاجيال اللي جايه كلها تعرف عنها وهتشوفها ان هي افلام عظيمه تستحق المشاهده وتستحق مننا ان احنا نشوفها وان احنا نعرف عنها وان احنا نسمعها. فالكلام دوت بيتم امتى او الكلام دوت بيعيش ازاي؟ في شروط لان الفيلم يعيش عبر الزمن، وهي انتاج كويس، ممثلين على قدر من الحرفية وعلى قدر من الرغبة في تقديم شيء عظيم وشيء جيد. فالناس ديت تقدر ان هي تحقق فيلم عالمي يعيش عبر السنين ويخلد عبر الزمن. ومش كده وبس، لا ده يحقق نجاح يفضل عبر الزمن كامل، ويحقق ايضا ارباح تعوض كل شيء اتصرف او كل مبلغ اتصرف، وتعوض ارباح خياليه تضر على المنتج وتضر على شركه الانتاج وشركه التوزيع، وتخلي الصناعه ده تقوم على صناعه السينما حاليا. بعض الدول النهارده تقدر ان هي تقوم تشتغل او تقدر ان هي تقوم اقتصادها على صناعه السينما فقط. يعني بعض الدول النهارده تقدر تقوم يكون مصدر الدخل الرئيسي لها صناعه السينما. صناعه السينما النهارده بتتكلم في ارقام خزعبليه، بتتكلم في ارقام خياليه. فليه ما نبقاش احنا مثلا نحط ده من ضمن الدخل القومي بتاعنا؟ ليه ما نقدرش ان احنا نعمل افلام تتعرض في جميع الدول العربيه والخارجيه ايضا وتحقق نجاح كبير وتجيب لنا وتجيب للدوله وتجيب للناس ارقام كبيره؟ وليه ما نقدرش نعمل؟ نقدر، ولكن احنا عايزين اهتمام اكتر، وعايزين دعم اكتر، وعايزين تكنولوجيا اكتر، وعايزين فكر اعلى، وعايزين ان المؤلفين بتوعنا يخرجوا بره الاستنباط ويخرجوا بره يشوفوا فكرة بره الصندوق ويطلقوا العنان لخيالهم. وليه لا ما نشوفش زي ما قلنا السوبر هيرو؟ ليه ما نشوفش افلام بتتكلم عن البعد التاني زي ما شفنا في دكتور سترينج؟ ليه ما نشوفش افلام مصرية بتتكلم عن الكواكب الاخرى؟ الموضوع ده مش سخرية. ممكن كتير مننا على فكرة يشوف ان الموضوع ده سخرية. لا، هو مش سخرية، هو طب ما انت بتتفرج على الافلام بتاعت بره بتبقى مبسوط وقاعد بتشوف ايه الفكر، والله ايه ده في بعد اخر، ايه ده في نفس الشخصيه بتاعتي في زمن تاني. ليه ما شفناش فيلم مصري بيتكلم عن نفس الموضوع او نفس القصه؟ مش صعب ومش بعيد علينا، لا ده سهل وقريب جدا ممكن نشوف حاجه زي كده. ولكن عايزين ناخد الخطوه الجريئه دي ناخدها في الصناعه المصريه. عايزين ناخد النكست ستيب، ما نبقاش دايما واقفين عند فيلم معين ويجي كل 10 سنين فيلم جريء يطلعنا خطوة قدام. لا، احنا عايزين يبقى دائما وابدا في ان كل يوم فيلم جديد، كل يوم فكر جديد. مش عايزين نفضل دايما عند الشاب اللي هو البلطجي، او مثلا الشاب المظلوم اللي تاخد ورثه، او مثلا اللي بيحب واحدة او اللي بتحب واحد. الحاجات دي اتعمل منها كتير قوي وخلاص، يعني خلاص تشبعنا. مش عايزين نقول زهقنا عشان طبعا لا، ولكن تشبعنا بالفكر دوت وتشبعنا بالنمط دوت. عايزين نرتقي لفكر اكبر وشغل اعلى. الفانتازيا مش بعيدة المنال عن المصريين ومش بعيدة المنال عن السينما المصرية، ولكن محتاجة جرأة ومحتاجة مخرج عبقري ومحتاجة منتج عنده جرأة وعنده قوة قلب وعنده تحدي، روح التحدي، وعايز يسجل حاجة ليه في التاريخ، مش مجرد فيلم ينزل يحقق المراد منه ان هو يجيب الفلوس اللي صرفت وزيادة شوية وانتهينا على كده. لا، احنا عايزين نفكر هو اي شيء بيبدأ كحلم. عايزين نفكر في الحلم، نفكر ازاي ان احنا نبص لقدام ونشوف هدف بعيد صعب المنال. ازاي اخلي مثلا، خلينا ناخد مثال صغير، ان ممكن ازاي اخلي عربية بسيطة اقدر اخترع فيها موتور كبير يجابه عربيات عالية ويجيب سرعات عالية. ازاي ناخد المقدرة بتاعتنا والسينما المصرية بتاعتنا لحتة تانية والمكان تاني، ونحقق نجاح كبير، ونحقق المعادلة الصعبة بتاعت ان احنا نوصل للارقام الخيالية والخزعبلية بتاعت سينما هوليوود وبوليوود. فده مش بعيد وده مش صعب، ولكن محتاج مننا ان احنا نفكر بره الصندوق ونفكر بجرأة وننزل بأفلام ونعمل أفلام ونصنع أفلام
نستعين بالمعدات بتاعتهم اللي بره. ايه المشكله ان احنا نجيب معدات احدث؟ ايه المشكله ان احنا ليه ما يكونش الاخراج مشترك بين نجيب مخرجين من اللي عملوا افلام كبيره، ونجيب اخراج مشترك لغايه اما المخرجين بتوعنا احنا كده كده مكتفيين بالمخرجين عندنا، وعندنا مواهب عظيمه وكل حاجه ومحدش يقدر ينكر ده. لكن انا اقصد ليه ما نستعينش بصناعه السينما اللي هي بتاعت هوليوود، ونجيب طفره ال- ال- صناعه السينما بتاعت هوليوود دي، ونجيب الطفره دي عندنا، ونحاول احنا كمان نضيف عليها من الطعم بتاعنا ومن السياق بتاعنا ومن الاسلوب بتاعنا، ونطلع حاجه اعظم، ونطلع حاجه احسن. الكلام ده كلام مهم، والكلام ده كلام كبير، والكلام ده هيخلينا في حتة تانية جدا في صناعة الافلام. ومش بعيد، مش بعيد ان احنا نعمل ده. احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل ده، وعندنا الامكانيات ان احنا نعمل ده، وعندنا الماديات ان احنا نعمل ده. ولكن مش عارف اذا كان الكلام ده، اكيد مش انا لوحدي اللي فكرت فيه، واكيد مش انا لوحدي اللي نفسي فيه طبعا. ناس كتير مننا نفسها تعمل ده، وناس كتير مننا نفسها تشوف ده. ولكن هي طبعا زي ما قلت بترجع لعدة عوامل: قوة القلب بتاعت المنتج، والرغبة من الممثل، والقدرة بتاعته ان هو يغير من جلده، وان يعمل بدل ما بيعمل الادوار اللي بقت سهلة عليه، الضابط والحبيب والدكتور والمحامي والكلام ده كله، انه يعمل شخصية جديدة، شخصية فانتازيا سوبر هيرو. مش في كتير يخاف منها، هي خطوة جريئة، ولكن وكتير هيخاف منها لما طبعا يتعرض للسخرية، او ان هو يتعرض لخسارة فادحة مادية فتقضي عليه. ولكن هي على قد ما هي خطوة فيها كتير من الريسك وكتير من المخاطرة، ولكنها ايضا هي خطوة فيها قد تصيب وتسبب الكثير من النجاح والكثير من التقدم، وتخلي الفيلم دوت يتربع على عرش الافلام اللي موجودة عندنا، بل ممكن ان هو يتربع على عرش الافلام اللي موجودة في العالم. ليه لا؟ عندنا ممثلين استطاعوا ان هم يمثلوا مع اجانب، استطاعوا ان هم يمثلوا مع آه، مخرجين عالميين، استطاعوا ان هم يشاركوا في الافلام العالمية. فليه ما نستغلش الناس ديت في ان هم يحققوا المعادلة الصعبة ديت، ونقدر ان احنا نشارك في الافلام الخيالية او افلام البعد الاخر، ونعمل افلام جميلة. تعالوا نتخيل كده ان مثلا فنان زي احمد عز يعمل دور ثور. مش بعيد. طب ما هو عمل فيلم، ما هو عمل قلد جوني ديب، قلد جوني ديب في بارتس اوف كاريبيان، قلده في اعلان كنتاكي. كان على فكره كان دمه خفيف. طيب تخيل ان احمد عز يعمل دور ثور، او مثلا كريم عبد العزيز يعمل دكتور سترينج. اوه، يعني لو كريم عبد العزيز يعمل دكتور سترينج، ده يبقى عظمه، هيقدم عظمه. كريم عبد العزيز هيعمل عظمه. يعني تعالوا، انا بوجه الرساله دي لكريم، الفنان كريم عبد العزيز: ليه ما تمتعناش بدور دكتور سترينج يا كريم؟ ليه؟ ليه ما تعملناش العظمه دي؟ يعني انت مثلا لو عملت دكتور سترينج انت هتكسر الدنيا. لو عملت فيها دور الساحر اللي هو بيتعامل مع البعد الاخر والنظام، والله هتكسر الدنيا. بس هي طبعا خطوه جريئه، هي خطوه محتاجه قلب جديد ومحتاجه دعم كبير. ولكن ليه لا؟ ليه؟ عندنا فنانين كتير. يعني احنا تشبعنا من الكوميديا يا جماعه. يعني حلوه قوي الكوميديا، تشبعنا بيها وكل حاجه وظريفه، وممكن يكون موجود. ليه ما يكونش موجود برضه كوميديا؟ بس ليه ما نشوفش حاجه زي كده؟ ليه ما نشوفش مثلا ادوار السوبر هيرو والفانتازيا والخيال العلمي والبعد الاخر؟ ليه ما نشوفش الاجزاء دي؟ حاولنا احنا على فكره احنا دخلنا في الرعب فتره، يعني لا بأس، لا بأس، حلو، مش وحش، مش كبدايه، مش لا، لا حلو، كبدايه كويسه وكبدايه كويسه. ليه ما نشوفش آه ليه ما نشوفش حاجات زي كده؟ ليه ما نشوفش احمد عز في دور ثور مثلا؟ ليه ما نشوفش مثلا احمد السقا في دور بلاك بانثر مثلا، او في دور ايرون مان؟ ده انت راكب ايرون مان يا اخي. اه والله يبقى راكب. طب ليه من كريم عبد العزيز دكتور سترينج مش روعه؟ تخيلوا كده معايا المنظر بتاع كريم عبد العزيز، شويه الشعر الابيض هنا،
ولابس، لا 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 لا، كلام جميل قوي، كلام جميل قوي، كلام كبير قوي، هيبقى حلو وهيسبب نجاح كبير وهيحقق نجاح خطير كمان. فانا شايف ان احنا الفتره اللي جايه عايزين نحقق اضافه، عايزين نحقق آه، آه، اهداف تانية، عايزين نخش بوابه تانية، عايزين نعمل عظمه زي ما بيقولوا بالعاميه، عايزين نعمل عظمه، عايزين نعمل شغل جميل، عايزين نعمل اداء عالي، عايزين ننافس ال- السينما المصريه. من زمان كانت بتقدم فن راقي، السينما المصريه كانت من زمان بتقدم فن عالي، يعني لا، حتى في الغنى كان عندنا عبد الحليم وكان عندنا ام كلثوم، طفرات، طفرات. الناس دي اتسمعت عبر العالم، حتى رغم ان ما كانش فيه تواصل زي دلوقتي، ولكن الناس دي اتسمعت عبر العالم. ليه؟ لان هم كانوا اساطير. عايزين نكون اساطير زيهم في الفن، عايزين نقدم فن راقي، فن عالي، عايزين نوري الغرب ان احنا عندنا العقول وعندنا الامكانيات وعندنا آه، الممثلين وعندنا الفكر اللي يخلينا ان احنا، لا انت عملت افنجرز بصورة، انا ممكن اعمل افنجرز بصورة تانية. يعني ليه مثلا هو يعني مثلا خلينا نتكلم عن ان السحر مثلا، عندنا بنتكلم اتعملوا كام فيلم بالظبط على بعض. الشعوذة فيلم، جن الإنس والجن، اتعمل مسلسل المداح. هو حمادة هلال بيقدم جميل، حمادة هلال السنة دي بقدم برضو عظمة. مسلسل المداح سواء الجزء الأول أو التاني كويس وفكره حلو وراح لحتة جديدة، وحتة جديدة على حمادة هلال. يعني لما شفنا ان حماده هلال اشتغل على نفسه في المسلسل دوت، طلع شيء جميل. والسنه دي ايضا مسلسل المداح السنه دي رمضان 2022 مقدم شيء جميل ومقدم شيء راقي ومقدم حاجه عجباني بره الصندوق وبره الشغل اللي هو معهود على المسلسلات، مقدم شيء حلو. ليه بس هو بصوره، انا شايف ان هو بصوره مبسطه. ليه ما نوسعوش؟ ليه ما نكبروش؟ ليه العنان بس او فكره الاطلاق العنان ليه بس بيكون للغرب؟ ليه ما يكونش للمصريين؟ ليه ما يكونش للفن المصري؟ ليه ما يكونش للثقافه المصريه؟ ليه ما نفكرش ان المداح في يوم من الايام يقدر يطلق العنان؟ مش هنضحك على فكره يا جماعه، ده مش هيدعو للسخريه، مش هنضحك عليه. ليه ما يكونش ان هم بيفكروا في كده؟ طب احنا ليه احنا لما بنشوف فيلم ما بنسخرش منه؟ عشان احنا مصدقين الاجانب وان هم عندهم العظمه ديت وان هم يقدروا على الكلام ده؟ لا. طب ما احنا ايه يعني لو عملناها؟ ايه لو عالم قدر يقرا واحد زي كريم عبد العزيز عمل دكتور سترينج؟ ايه يعني انه ساحر قدر يوصل للتسخير الطاقات والبعد الاخر والكلام ايه؟ ليه صعب؟ ليه مش هيبقى كويس او ليه مش هيعجب الناس؟ لا بالعكس، هيعجب وهيقدم شيء جميل وهيقدم شيء راقي. فاحنا لازم نتجه لده، لازم نشوف ان ده هدف جديد لازم كلنا نتحرك عليه. لازم نلاقي في يوم من الايام بوستر فيلم نازل او فيلم نازل بيتكلم عن السوبر هيرو، بيتكلم عن البعد الاخر، بيتكلم عن الكواكب الاخرى، بيتكلم عن ابطال خارقين. الكلام ده هيفرق معانا جدا وهيساعد السينما المصرية على الولوج الى عالمية، وهيساعدها ايضا على ان هي تغير جلدها. احنا خلاص شبعنا من اللي احنا تقريبا بتبقى عارف اسم من مجرد بوستر المسلسل، انت عارف هيتكلم عن ايه. خلاص يعني تقريبا ان كلنا، يعني في كمية كوميكس على الفيس بتتكلم على الموضوع ده وبتتكلم على الكوميديا، من مجرد البوستر عرفوا المسلسل ده بيتكلم عن ايه والمسلسل ده بيتكلم عن ايه وده هيحكي عن ايه وده الفيلم ده هيحكي عن ايه. لان احنا عارفين ان احنا بنخاف من الجديد، عارفين ان احنا بنخاف نقدم كل ما هو جديد. لا احنا ايه، عارفين ان افلام الاكشن هتجيب مثلا كذا، خلاص يبقى نعمل بطل اللي هو ايه، اللي هو يضرب له اتنين تلاتة، يضرب له مش عارف مين، يرجع حقه ويرجع حق مراته ويرجع حق اسطمبة. بقينا خلاص في اسطمبة. طيب نكسر ده ازاي؟ زي ما قلنا الفكر الجديد اللي هو نتجه. حتى ما احنا بنقلد، طب ما احنا كتير قلدنا افلام كتير خدناها كوبي بيست.
نايت موزيم اتعملت الحرب العالميه الثالثه، وعلى فكره حقق نجاح كبير جدا. اتعمل باسلوب جميل جدا جدا. يعني انا شايف ان هشام ماجد وشيكو واحمد فهمي قدموا شيء جميل جدا في الحرب العالميه الثالثه. بل بالعكس، انا كرأيي الشخصي، اي نعم نايت موزيم طبعا لا غبار عليه، ولكن كان الحرب العالميه الثالثه معمول بخفه دم رهيبه، معمول بشغل جميل جدا، معمول باداء عالي جدا جدا جدا. فالنقل مش الاقتباس مش عيب، او مش منبوذ، او مش مكروه، ولكن يكون انت بتقتبس مش كوبي بيست، ولكن بروحك، بفكرك، بثقافتك. بقتبس فكر، مش عيب ان انا اقتبس فكر، ولكن ان اقتبس فكر اطور نفسي بيه، اقتبس فكر اعدل من نفسي او احسن من نفسي، ده شيء لا يعيبني نهائيا. ده شيء يطور من ادائي ويطور مني ويجعلني ان انا انافس على الصدارة. فنرجو ان احنا في القريب العاجل نشوف افلام تليق بالسينما المصرية اكتر. هي طبعا مقدمة شيء جميل، ولكن تليق اكتر بالسينما المصرية، تنافس سينما هوليوود وبوليوود. نرجو ان احنا نقدم تكنولوجيا اكتر، نقدم مخرجين موهوبين زي بيتر ميمي، ونقدم مؤلفين عندهم فكر اعلى ويطلقوا العنان لافكارهم اكتر. ويبدو ان احنا هنشوف ده فعلا قريب في فيلم الامير كرارة، اللي هو كان المشهد الاخير من فيلم موسى، اللي هو تقريبا هيقلد ذا ارو، اللي هو بتاع الاسهم دوت، اللي هو المسلسل الاجنبي. فارجو ان احنا نقدم حاجه زي كده، وبعتذر على الاطاله عليكم. ولو عجبكم الفيديو ده هيكون اول فيديو لينا، وهنقدم بعد كده في كل الحلقات الجايه او في الفيديوهات الجايه كل فيلم عن ممثلين طاقم التمثيل بتاعه، وعن نجاحاته، وعن الايرادات بتاعته. وارجو ان احنا نقدم لكم شيء مميز في قناة قاموس الافلام. واسف على الاطاله، بعتذر على الاطاله مره تانية، وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.